تعالوا نرجع خطوة لورا شوية ونشوف أصلا الموضة واللبس عالم بدأ إزاي. زمان قبل ما الناس كان يبقى بينهم لغات وتعاون انها تتكلم مع بعض، لغات العالم كانت محدودة جدا، فكانت طريقة تواصل الناس مع بعض هي الكلام بالفن. وكان أكتر حاجة متداولة زمان كانت التجارة، فعشان الناس تتكلم مع بعض بدون لغات كانوا بيتكلموا الحضارات مع بعض باللبس. واحد لابس بزخرفة معينة أو بنقشة معينة بيقابل واحد تاني يتعرف على ثقافته، ومن هنا تبدأ معرفة بثقافة جديدة. فالإنسان زمان كان بيتعرف على ثقافات مختلفة لمجرد انه شاف لبس او نقش او لون مختلفة عن اللي عينه متعودة عليها، فده كان بيكون عنده فكر اللي قدامه ده بيفكر ازاي. اهم حاجة احب اقولها بما ان احنا بنتكلم على السعر والبراندز، ان السعر مش بيبقى دايما معيار. بقينا دلوقتي بنشوف براندز كتيرة جدا للأسف بتعتمد على اسمها بس، فبتعلي السعر جدا، وده بيخلي الكاستمر لو هو مش فاهم موضة كويس يتخدع ان السعر العالي ده بمعناه انها جودة عالية. وللأسف لو واحد مش فاهم قوي في الموضة ممكن يتخدع على الخدعة دي ويلاقي ان هو جاب حاجة بكواليتي وحشة جدا بس بسعر عالي قوي. فعشان كده النقد هنا بيبقى علم مهم جدا اللي بيشتري قبل الناقد اللي بيشتغل. الفستان ده بيطلق عليه هاي امباكت ريد كاربت كوتشور. الكوتورز انواع مختلفة هي كلها تندرج تحت الاوت كوتور، وهي فساتين السهرة او فساتين الليلية. ولكن الفستان ده المميز فيه عشان يتقال عليه هاي امباكت هو بسيط جدا في تفاصيله، بس بيبرز ملامح والجسم اللي لابساه، فعشان كده هو بيسيب هاي امباكت. وعلى مدار الفساتين اللي احنا شفناهم هم كلهم بيسيبوا امباكت بس باشكال مختلفه. فهنا التركيز كله على طريقه قصه الدرس، مش الخامه ولا الالوان الكتير ولا النقشات المبهرجه. فهنا هو بيسيب هاي امباكت من غير ما يكون مبهرج او قض للعين. الناس بقت دلوقتي بتدور على البيسز اللي ممكن نقول عليها جوكر ايتمز في اي دولاب لاي بنت. والحقيقه ان دي حاجه حلوه جدا لان ده هيخلي الديزاينرز كرييتيف اكتر. بدل ما يبقى عندي بيس لكل طقم هجيب بيس واحده اليقها على اطقم كتير قوي. وده هنشوفه مع بعض مع ستايلستس وديزاينرز قدروا فعلا ان هم يعملوا ده في الحلقات اللي جايه. واهم حاجه ان احنا نقول للديزاينرز ان دي سنه هتخليكم ما تشتغلوش اكتر، هي سنه هتخليكم مبدعين اكتر وهتخليكم عندكم فكره اكتر. الحقيقه ان انا مبسوطه جدا بالفكر اللي الموضه دلوقتي بقت متجهه ليه، لان خلت عقول الناس تفكر ويبقى عندها كرياتيفيتي وتشارك رايها. اهم حاجه بس زي ما اتفقنا في الاول ان احنا عينينا تبقى عيون نقادة، مش عيون بتقول ده حلو ووحش بناء على الموضة ونمشي على الترند وخلاص. فدي كانت أول حلقة لكعب عالي، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية هنناقش فيها أكتر النقد والستايلز، وهنشوف فيها نماذج فعلا قدرت إن هي تخلق من الموضة حاجة ديوربل ومريحة وفي نفس الوقت ستايلش. ولو شايفة الموضة حلم تعالي شوفي الحقيقة هنا في كعب عالي.